The golden generation of the Egyptian League. في نفس الدقيقة حلوة حلوة حلوة. هدف التعادل هدف جميل جدا جدا جدا. بص حازم إمام سيمفونية رائعة يعزفها حازم إمام. خد الكرة على اليمين الشمال وتسديدة جميلة جدا جدا. هوبا وفلافيو أخيرا يجيب هدف. عزيزي المواطن، انت لو سمعت حد بيتكلم على الدوري المصري وما ذكرش الفترة اللي هي ما بين 2000 ل 2010، اعرف ان هو ما شافش كوره غير من بعد 2010. اعرف ان هو ما تابعش كوره غير من بعد 2010. الفتره دي بتسمى فتره الجحود، فتره الجبابره فعلا. الفتره دي كان فيها كل ابداع الكره المصريه، فيها كام حاجه كده ورا بعض. هم حرفيا لو انت نظمت ان انت تعمل كده مش هيجوا كده. مش هطول عليك. هنبدا مع بعض بالموسيقى بتاعت القناه الثانيه اللي كانت بتيجي قبل الماتش دي، اللي هي افتكر معايا كده. اي حد تابع الفتره دي الموسيقى دي ما بتطلعش من دماغه. تعالى بقى المعلقين بتاعه الفتره دي. وده اللي احنا بنقوله، الناس تسالك لما تشوف الكوره دي هتعمل ايه؟ يا العظمه يا العظمه يا الفكر يا عبد الحليم علي، احد حبات عنقود الموهوبين في التهديف عبد الحليم علي. جول يا واد يا حازم يا لعيب، يا واد يا حازم يا لعيب، طلع الثابته وجاب جول جميل. الجول يا ولد يا ولد، هي النقله اللي هناك هو ده لازم يتحيى، اللي هناك ده هو اللي لازم يتحيى. يا شوف كميه النجوم اللي لعبوا في الاهلي والزمالك بس الفتره دي: عبد الواحد السيد، عصام الحضري، حسام حسن، حازم امام، عبد الحليم علي، ابو تريكه، عماد متعب، فلافيو، بركات، اسلام الشاطر، وائل جمعه، وائل الاباني، بشير التبعي. انت بتتكلم في الناس دي لو موجوده دلوقتي منتخب مصر نفسه على كاس العالم. انا بكلمك في الفرقتين دول بس. اما الاسماعيلي انت بتتكلم في محمد صبحي، بتتكلم في محمد حمص، بتتكلم في ابو محمد محسن ابو جريشه، محمد صلاح ابو جريشه، بتتكلم في حسني عبد ربه، بتتكلم في عمرو فهيم، بتتكلم في احمد سمير فرج، بتتكلم في ترسانه لعيبه موجوده في الاسماعيلي في الوقت ده. وفي فرق تانية كانت غشيمه. يعني انت مثلا كان عندك حرس الحدود. انت ممكن بالسكواد بتاع الاهلي دلوقتي ده تروح تلعب ريال مدريد في السانتياغو برنابيو وما تلعبش حرس الحدود في استاد الماكس، مش هتعرف تاخد منهم نقطه. عندك حرس الحدود مثلا كان في، بتتكلم في كاميني مارتيني، اشهر بنطلون في العالم، اشهر حارس محترف في الدوري المصري في تاريخه. احمد سعيد اوكا اللي كان بيلعب في المنتخب، محمد سعيد، عمرو الدالي، محمد الهرده، محمد مكي، احمد عيد عبد الملك، عبد السلام نجاح، احمد حسن مكي، احمد عبد الغني. كانت التشكيله الاساسيه. هاني سليمان ده كان احتياطي، عبد الحميد بسيوني، محمد حليم، اسلام الشاطر، اسلام رمضان. الناس دي كلها لعبت في الحرس الفتره دي. حرس الحدود كان من اقوى الفرق المصريه. وطبعا مش هننسى الماتش اللي كسب الزمالك فيه 5، والكاس اللي خده من الاهلي في النهائي. والفتره بتاعت حرس الحدود دي كانت اقوى فتره لفريق من الفرق بتاعت منتصف الجدول في تاريخ الدوري المصري كله في الحته دي يعني. فاضي لكن على طول يطلع الدفاع، تبقى محاولة هجمة مرتدة وبذكاوة، هدف غريب عجيب جميل، هدف ولا أجمل ولا أروع ولا أحلى وأغرب هدف في. اما على صعيد المدربين يا صديقي فكان هناك جبابرة وظلمه بتدير الفرق. فقط 72 دقيقة وادي جوزيه، ويبدو كده ان هو في انتظار غرامة جديدة، غرامتين هذا الموسم وايقافين. وبيقول الجاكيت اهو انا ماسكه اهو، طبعا هيطلع له. ده كمان بقى ايه، جوزيه كل ما يزنق يقلع. اما المحترفين وقتها، انت كنت بتتكلم في لعيب كان بيجي كان بيثبت نفسه في الدوري المصري اجباري وسط العتاوله اللي انا لسه ذاكرهم لك من شويه، نجوم اهلي والزمالك اللي هم المصريين. بتتكلم في فلافيو، بتتكلم في جilberto، بتتكلم في ابوجو، بتتكلم في كاميني مارتيني اللي كان جول، بتتكلم في اكوتي منساه، بتتكلم في بابا اركو. تصديقا
للكلام اللي انا قلته ان اجمد مباراه في تاريخ الدوري المصري وفي تاريخ الكره المصريه عموما، او في تاريخ الكره المصريه مش في الدوري المصري، كانت في كاس مصر، نهائي كاس مصر 2007، يعني في الفتره اللي انا بكلمك فيها دي. اهلي زمالك، استاد القاهره، ماشي، استاد متقفل، الماتش خلص 4-3. حتى الناس اللي جابت الاجوان، عمرو زكي المهاجم، فاللي تعادل عماد متعب المهاجم، شيكابالا، ابو تريكه تعادل، جمال حمزه المهاجم، فاسامه حسني البديل برضه سجل جونين. لا اوعى تعمل حاجاتك تاني دي يا عبد المنصف. عمل واحده في الشوط الاول، الله يكون في عونه. هو هنري ميشيل والهدف. الله 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 عليك يا اسد. الله 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 عليك يا طرزان. روعه 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 يا قطر. يا نهار ابيض عليك. عند فلافيو يعملها خطيره. عماد متعب، عماد متعب، وهي وهوبا والهدف. الله 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 الله. فكيت النحس يا ابني، فكيت النحس يا ابني. حلوه 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 حلوه. روح تحطها حلوه لشيكابالا، لما من شيكابالا والتاني على شماله والتالتة على شماله. هوبا يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض عليك يا شيكابالا. يخرب عقلك يا راجل، يا نهار ابيض. ماشي احمد السيد يلعب واحده طويله خطيره وهوبا واللمه عماد متعب وهي واللمه وعلى شماله والعرضيه وهوبا والهدف. الله 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 عليك يا ابو تريكه. تنفست الصعداء، ما تزعلش يا عبد المنصف، تنفست الصعداء يا ابو تريكه. يلم كورته ويلعب الارضيه الحلوه والتسديده. هوبا يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. الله 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 عليك يا جمال يا حمزه. الله عليك يا زمالك، يا عيني عليك يا جوزيه. الله 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 على الروعه. ابو تريكه يدور على متعب، يدور على اسامه والهدف. يا نهار ابيض. الله 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 روعه يا ابني روعه. اسامه حسني يا نهار ابيض على الليله، يا نهار ابيض على خطيبتك اللي عمال تموت يا على الليله. وبوتريكا بانطلاقه تنم عن لياقه. والرابع اهو، والرابع اهو، واللمه اهي هوبا والرابع، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني. افتح الرابع يا ابني، افتح الرابع يا سمسم. الكره المصريه انت وقتها انت ما كنتش بتحاول انت تنظمها زي بالشكل ده، لا، هي كانت انت كنت بتعتمد على الموهبه، ما كنتش بعتمد على لعيب انت هياخد كام، ولعيب بيتكلم في 100 مليون ولعيب بيتكلم في 80 مليون و50 مليون. ابو تريكه نجم الدوري المصري وقتها كان بياخد 900,000 في الاهلي. 900,000 يعني احنا لو هنتكلم مش هنقول ان هي زي 100 مليون دلوقتي، مستحيله. بتتكلم 900,000 وقتها يمكن زي 20 مليون دلوقتي. فتخيل نجم زي امام عاشور دلوقتي ياخد 20 مليون. دي مشكله اصلا، حد ما رضيش يسافر اصلا يركب الطياره ولا بتاع عشان مش عارف يزور عليه بتاعه في ماتش. مسافرين قبل نلعب افريقيا فقال لك انا مش راكب الطياره ليه يا عم؟ عشان عايز فلوس زياده. عقليه اللعيبه وقتها غير عقليه اللعيبه دلوقتي. وقتها لما كان نجم بيمشي من اهلي يروح زمالك كانت الدنيا بتتقلب والصحافه بتتقلب والاعلام كله كان بيتقلب. العكس لما كان لعيب من الاهلي يروح الزمالك او لعيب من الاسماعيلي يجي الاهلي او نجم من الدوري المصري من الفرق بتاعت منتصف الجدول هيروح اهلي او زمالك كانت بتبقى حرب.